مبسوطين جدا بوجودكم معانا النهارده في اول عرض لفريق حدوته ضرب صليب. في البدايه بس حابه استاذنكم ان احنا نبدا الصلاه مع قدس ابونا ابراهيم. Eleison mes osus وباتيرو بالدكراتور بشوي سنتين نقوم شو بنمن أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نصلي قليل بشكرية أبانا الذي في السماوات. تعيشوا وتصلوا. خليني في البدايه اقول لكم معلومات بسيطه عن فريقنا، فريق حدوته. فريقنا بقاله 13 سنه خدمه، بدايه من 2011 ولحد دلوقتي. بدايتنا كانت بمسرح العرايس واستمرينا فيه وابتدينا نطوره بشكل عام. بعد كده دخلنا خدمات كتير زي مثلا الكرنفالات الكبيرة، وقدمنا 12 كرنفال منهم واحد في القاهرة واسكندرية، وخلالهم اتشرفنا بحضور مخدومين كتير من محافظات مختلفة. وقدمنا 6 عروض مسرح عرايس منهم برضو واحد في القاهرة واسكندرية. والنهاردة احنا بنقدم أول عرض ضرب صليب لفريق حدوتة. بشكر حضراتكم كتير جدا، وبشكر كل الحضور من الآباء ومن الإخوة ومن الأصدقاء وكل الكنائس اللي حضرت الغريبة. بشكر الاجتماع العام لأن في عدد كبير جدا جاي منه النهاردة. بشكر خدامه اللي اهتموا وجابوا الاجتماع العام. بشكر قدس أبونا إبراهيم وبشكر قدس أبونا تداوس اللي راعينا كلنا. أشكركم جميعا. يا أبتاه، إن شئت فلتعبر عني هذه الكأس. كل شيء مستطاع لك، ولكن لتكن لا إرادتي أنا بل إرادتك أنت. هل تؤمن حقا أن رجلا واحدا يستطيع تحمل كل هذا، حمل الخطية كلها؟ إلهي، لقد جعلتك ملجئي، احفظني يا إلهي. لقد أخبرت إنك لن تستطيع أن تتحمل كل هذا وحدك. هذه ليست مهمتك أنت. يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس لتكن مشيئتك. من أباك؟ يلا يا جماعه مفيش وقت، جاهزين؟ دين يا أستاذ. يلا ستاند باي 3 2 1 اكشن. أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة ومثيرة من برنامجكم نبض الشارع. موضوعنا النهاردة غريب شوية، شغل الرأي العام الفترة اللي فاتت وناس كتير اتعاطفت معاه. شاب في بداية عمره زيه زي أي شاب لسه بيبدأ حياته، عنده أحلام كتير بيحضر لها ويخطط لها، لكن للأسف تحصل حاجة ما كانتش تخطر على بال وتشقلب كل ده. الشاب ده اسمه يوسف. يوسف عنده 27 سنة، تعب فجأة بدون أي مقدمات، وطبيعي أول ما أهله عرفوا بحاجة زي كده راحوا بيه على المستشفى، والحالة بتتدهور وهو حاليا في غيبوبة. احنا بنحاول نتواصل مع أسرته لكن محدش راضي يتواصل معانا. يا ترى ايه اللي ممكن يكون حصل للشاب الجميل ده؟ احنا النهارده معانا استاذ دكتور عادل هواري، الباحث في مجال الطب والامراض الباطنيه والاورام. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. في البدايه دكتور عادل، حضرتك تابعت الفتره اللي فاتت اكيد الفيديوهات اللي نزلت عن يوسف في السوشيال ميديا. تفتكر من وجهه نظرك وخبرتك ايه اللي يوصل شاب في بدايه عمره للحاله دي؟ هو الموضوع فيه احتمالات كتير.
إما عوامل نفسية تكون أدت لحالة من حالات الاكتئاب، إما عوامل جسدية. بس اللي يقدر يحدد لنا ده بالظبط هم أسرة يوسف أو يوسف نفسه. مظبوط يا دكتور. طب ازاي العامل النفسي يوصل للحالة اللي سمعنا عنها؟ هو طبيعي في الحياة بيكون مشغولات وضغط كتير على الإنسان بتقدر توصله للحالة دي، ولكن بيكون في جانب ترفيهي، دي الحاجة اللي الإنسان بيحب يعملها، بس مع اختلاف أو اختفاء الجانب الترفيهي بيقدر يوصل لحالات الاكتئاب. يعني هل الاكتئاب كافي يوصل للمرحلة دي؟ الاكتئاب لما بيكون شديد ومستمر بيؤدي إلى عرض من الأعراض الجسدية، وهنا بنقدر نلف على الدكاترة عشان يشخصوا لنا الحالة، وهنا الدكتور رد طبيعي مش لاقي أي عرض من الأعراض، فبيقول إن أنت كويس ما فيكش أي مشكلة، ولكن المشكلة بتكون هي حالة اكتئاب. تمام يا دكتور. الإعداد دلوقتي بيقولوا لي إن أستاذ سمير والد يوسف معانا على التليفون. أستاذ سمير، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. أنا مش هطول على حضرتك، محتاجاك تطمني على يوسف وتحكي لي إيه اللي حصل بالظبط. أنا هحكي لك كل حاجة حصلت مع ابن يوسف من أول ما دخل في الغيبوبة لحد ما فاق. أنا وبومبا ماشيين مزقططين، واللي مطمن قلوبنا إن الأسود نايمين. في الغابة أنا وبومبا ماشيين مزقططين، واللي مطمن قلوبنا إن الأسود نايمين. يا ليل يا ليل يا ليل يا عين، يا ليل يا ليل يا ليل، يا ليل يا عين ليل، يا ليل يا ليل يا حبيبي. يلا بقى كفايه كده، انزل انا تعبت. انت بقيت بتتعب بسرعه قوي يا يوسف، احنا كنا بنلعب اكتر من كده. على رأيك في الأول كنا بنلعب أكتر من كده. لا انا ما تعبتش، احنا بس هنكمل قصص وبعد كده نرجع نلعب على طول. انا بحب القصص دي قوي. ايوه بصراحه، وانا كمان قصص الكتاب المقدس دي حلوه قوي. المهم بقى، وآمن لهما قال له ايه؟ روح الرب عليا لانه مسحني لابشر المساكين، وارسلني لاشفي المنكسري القلوب، لانادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر. وده يعلمنا ايه يا اولاد؟ يعلمنا ان بابا يسوع عمره ما هيسيبنا ابدا، وهيمد ايده ويشفينا. اهم حاجه اننا ما نيأس خالص. بس يا يوسف انا زهقت قوي، وسمعت كمان ان في ناس بتقول ان الكانسر اللي عندنا ده ملوش علاج، وان احنا خلاص هنموت. لا يا مايكل، بعد الشر. بص، طول ما انت عندك ايمان بابا يسوع عمره ما هيسيبك ابدا. طب هو احنا ممكن بعد ما نصلي كتير ما نخفش؟ بصراحه ممكن. امال ليه بقى بتقول ان هو عمره ما هيسيبنا؟ بص، هحكي لكم قصه حلوه قوي، تعالوا معايا. كان في زمان بنتين، واحده اسمها مريم وواحده اسمها مرسى. هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. أما الآن أريد أن أذهب إلى اليهودية. يا معلم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك. أليست ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار لا يعذر، لأنه ينظر نور هذا العالم. أما إن كان أحد يمشي في الليل يعذر، لأن النور ليس فيه. لعذر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوقظه. يا معلم،
إن كان قد نام فهو يشفى. لعازر مات. أنا أفرح أني لم أكن هناك لتؤمنوا، ولكن لنذهب إليه. لنذهب نحن أيضا لنموت معه. يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي، لكني الآن أعلم إن كل ما نطلبه من الله سيعطيك الله إياه. سيقوم أخوك يا مرسى. أنا أعلم إنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ نعم يا سيد، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. سأذهب وأجلب مريم، ستأتي سريعا. يا سيد، لقد مات أخي، مات العازر. إن كنت ها هنا لم يمت أخي. أين وضعتموه؟ يا سيد تعال وانت. ألم يقدر هذا الذي فتح عين الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ نعم يقدر، أنا أؤمن بقدرات هذا النصري. أنت ما زلت تؤمني بالمعجزات. لا تأكلي هذه التخاريف أمام أحد. لا تجعلي مريم ومرسى يتعشموا في شيء. نعم أنت على حق، إنه مات وأنتم. أنتم ارفعوا الحجر. يا سيد قد أنت، لأن له 4 أيام. ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت في كل حين أنك تسمع لي، لكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. لعازر هلم خارجا. المجد لك يا يسوع، المجد لك وحدك. ماذا نصنع؟ فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة، فإن تركناه هكذا سيؤمن الجميع به، وسيأتون الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. أنت لست تعرف شيئا، ولا تفكر أنه خير لنا أن يموت إنسانا واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. حلوه ودعوه يذهب. كيف حدث ذلك؟ أنت حقا ابن الله. المجد لك يا يسوع، المجد لك. شفت بقى يا مايكل، طول ما انت بتصلي بإيمان بابا يسوع عمره ما هيسيبك أبدا. انت تعبان ولا ايه يا يوسف؟ لا أنا بس عيني بتزغلل شوية. المهم، فهمت القصة؟ ايوه طبعا فهمت، واقتنعت جدا كمان، وهقعد اصلي من هنا لحد ميعاد العمليه عشان بابا يسوع يقف معايا. شاطر يا مايكل. يا بوس عشفيني، بوس عشفيني، بوس عشفيني، بوس عشفيني، بوس عشفيني. بتعمل ايه يا مايكل؟ بوس عشفيني، بوس عشفيني، بوس يا مايكل بتعمل ايه؟ ايه؟ بزود من ايماني. انت مش فاهمك انت بتتريق عليا يا دي انت؟ تعال نلحقه بسرعة. يو بقى يا منى، هو انا كل ما اجي له هتشبطي فيا كده؟ ما هو مش معنى ان انا اخوكي وخطيبك يبقى صاحبي انك هتفضلي كابسه على نفسنا على طول كده. انا كابسه على نفسكم؟ ايوه. ولا حاضر. يا عم ما تقولش كده، انا اللي بيتنكد عليا في الاخر، دي ست الكل. هو انت كنت فين امبارح؟
كنت مع الأولاد. على فكرة أنا هبتدي غير منهم، أنت بتقعد معاهم أكتر ما بتقعد معايا. تعالي بس نكمل الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه في التليفون امبارح وحضرتك نمتي مني. ها؟ أنا برضو. المهم، فكرتي ايه أكتر مكان نفسك نروحه لما نتجوز؟ نفسي أروح ألمانيا وأستراليا والهند. وإيه كمان؟ وباريس ودبي، ونختم بقى بلبنان. ليه ده كله؟ انت هتتجوزي طياره؟ قول لها يا بنتي ده احنا لسه مجربين القطر امبارح وكنا رايحين نعزي كمان. قول لها عشان خاطر انا اللي بعاني. على العموم كلها 50 60 سنه كده ونكون رحنا كل ده. لا بجد. 50 60 سنه يعني معقوله شويه برضه. هم جم اللي هيقفوا معايا ضدك اهم. ايوه يا عم، خرجتوا واتفسحتوا. على فكره بقى احنا هنخرج ونتفسح كده زيهم. هو في ايه مالكم؟ اصل يا ابني احنا كنا عند خالتك وتعبانه شويه، فعشان كده بس متضايقين يعني. وانا اللي ظلمتكم، افتكرتكم كنتوا خارجين. دايما كده ظالم. مش الظالم ده اللي فضلت تجري وراه لغايه لما جبتي رجله؟ انا برضو. حصل وانا شاهد. اسكت انت. المهم مش هتروح تلبس عشان نلحق فرح مجدي وسوسنة؟ ايوه صح، ده منبه عليا ما اتاخرش، يا دوبك الحق البس. طمني يا عم، جبت تحليل يوسف؟ ايوه يا ابني. تحاليل ايه؟ اصل يوسف بقاله كام يوم كده بيحس باعراض غريبه وزادت عليه الفتره الاخيره، قمت اخدته ووديته يكشف بالعافيه والدكتور طلب منه انه يعمل تحاليل. طب وما قلتليش ليه؟ التحاليل طلعت كويسه يا عمو صح؟ مصيبه يا بنتي، مصيبه مصيبه ايه لا قدر الله. وبعدين معاك يا جان. في ايه يا جماعه خطتوني؟ ما تردي يا طن. طب قول لي انت يا عمو في ايه؟ حد يرد عليا يا جماعه. كانسر. لا اكيد حضرتك بتهزر او التحاليل دي فيها مشكله. ده كلام فيه هزار يا بنتي، يوسف عنده كانسر. ليه؟ ده كان كويس ومفيش حاجه كان بيشتكي منها، ولو على شويه الدوخه ولا التعب اللي كان بيحس بيهم كلنا بنحس بكده واحنا عاملين مجهود. لا اكيد التحاليل دي فيها مشكله. للاسف يا بنتي التحاليل مظبوطه، ومع ذلك برضه لازم نتاكد. بس عشان نتاكد لازم يوسف يعرف. منى بقول لك ايه رايك البس القميص ده ولا ده؟ ايه ده، في ايه مالكم؟ مفيش حاجه يا يوسف، القميص ده يا حبيبي هيبقى حلو قوي عليك. هو ايه اللي مفيش حاجه؟ انتوا مش شايفين منظركم عامل ازاي؟ رد عليا يا بابا. طب يا ماما، وغلاوتي عندك لا تقولي لي في ايه؟ جبنا تحاليلك. طب وفيها ايه؟ انا عارف اللي فيها. عارف اللي فيها؟ اكيد ما فيهاش حاجه يعني وانتم مكبرين الموضوع. للاسف فيها المرض الوحش. فيها ايه؟ بس يا ابني احنا لسه محتاجين نتاكد، وان شاء الله نتاكد والتحاليل دي يبقى فيها حاجه غلط. المرض الوحش يعني ايه؟ تقصد ان انا عندي كانسر؟ ازاي؟ انا ما فيش اي حاجه في جسمي بتدل ان عندي اي ورم. ما هو مش ورم. امال ايه؟ لوكيميا. لوكيميا؟ لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل.
ولكن الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ لماذا تدعوني صالحا؟ لا يوجد أحد صالح إلا واحد وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. يعوزك شيء واحد فقط: اذهب وبيع كل ما تملك واعط الفقراء فيكون لك كنزا في السماء. تعال اتبعني حاملا الصليب. يا معلم يا معلم يا معلم، اخبرني يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم أرجوك، أريدك أن تنقذ ابنتي الوحيدة، فعمرها 12 عاما وهي تحتضر. تعال معي، تعال معي أرجوك. لو بإمكاني لمس ثوبه سوف أشفى. ماذا تفعل هذه هنا؟ لا أعلم، لو رأى يسوع لنفر منه. بالطبع إنها بحسب الشريعة نجسة منذ 12 عام. يا معلم أرجوك تعال معي، فابنتي تحتضر. لا تخف، ستشفى ابنتك يا ييروس. يا ييروس، أنا آسف، ابنتك قد ماتت. لا تتعب المعلم. لقد تأخرت يا معلم، لقد تأخرت، فابنتي ماتت. كنت آمل أن آتي إليك سريعا، ولكن الموت كان أسرع مني. لا تخف يا ييروس، ستقوم ابنتك، فإني آتي معك. يا معلم يا معلم يا معلم، اخبرني يا معلم يا معلم يا معلم، اخبرني يا معلم. لماذا توقفت يا معلم؟ من لمسني؟ هنالك من لمسني. يا معلم، هناك الكثير يسيرون خلفك، إننا في ازدحام شديد. ولكنها لم تكن لمسة طبيعية، فهنالك قوة خرجت مني. أنا من لمسك. فقط لمست ثوبك، صدقني فأنت لم تتنجس. لماذا ثوبي؟ أنا آسفة، كان يجب علي أن أخبرك، ولكن إن لمستني ستصبح حسب الشريعة نجسة وفقا للناموس. إني مريضة بنزف دم منذ 12 عاما، وأنفقت كل أموالي على الأطباء دون فائدة، ولكن آمنت إذ قمت فقط بلمس قطعة من ثوبك سوف أشفى. وكنت على حق، لقد توقف النزيف. ابنتي. لم أعد ابن الأحد. نعم أنت كذلك ابنتي. لم تكن قطعة ملابسي هي التي شفتك، ولكن كان سريعا، شعرت بها على الفور. ولكنه لم يكن ذلك، كان هذا إيمانك. ولكن احذر يا معلم، فهي ما زالت نجسة. أصبحت طاهرة، لقد باركتيني اليوم. أعلم أنها كانت معركة لك لفترة طويلة. اذهبي بسلام، إيمانك قد شفاك. يلي بتشرق شمسك علينا في كل مكان، يا حنان يلي بأمطارك بتروي أرض العطشان، يا حنان يلي بترحم وبتداوي بإيد الإحسان، يلي تبدل نوح القلب بطوب الفرحان، يا حنان انت بتشفي المرض المزمن وتشجع ايمان المؤمن، والجاي في ايدك متأمن ملينا ايمان. انت بتشفي المرض المزمن وتشجع ايمان المؤمن،
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to يوسف. Happy birthday to you. يلا حالا بالا بالا حيا ابو الفساد، هيكون عيد ميلاده الليلة أسعد الأعياد، فليحيا ابو الفساد. شكرا بجد يا جماعه، فرحتوني قوي. ربنا يخليكم ليا يا رب. كل سنه وانت طيب يا يوسف. يا سيدي عقبال كده مليون سنه وانت معانا وسطينا. ايوه بابا ها يوسف وسطينا كده. ايوه بابا تتجوز ونستريح منك. جواز ايه بقى؟ مش لازم ترتاح مني بالجواز. ليه يا ابني كده بس؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت شكلك عايز تهرب مني. خلي بالك انا هفضل وراك لغايه اما توافق عليا. خلي بالك يوسف شكله كده شاف له شوفه تانية غيرك. رد على كلام عمو بسرعه، يا اما التورته دي هتخبط في وش حد النهارده. وليه في وش حد بس يا منى؟ باباتنا اخوكي موجوده، ولا كنتش زعلتك في حاجه تاني؟ ولا حاجه تانية. منى اخوكي ولا حاجه تانية ولا تالتة يا منى. هو انا عارف انا مكمل لبكره ولا لا؟ بقول لكم ايه، احنا هنفضل نرغي وندع في وقت. احنا عايزين نحتفل يا جدعان، النهارده عيد ميلاد جو. انا مالي ما جو اهو. يا جماعه عيد ميلاد جو ما تصغروناش. بقول لك يا يوسف، انا النهارده اضحي اكبر تضحيه في حياتي. وايه هي بقى ان شاء الله؟ هسيب لك حته التورته بتاعتي يا عم. يا سلام، ده حب ده بقى ولا ايه؟ لا ضايق. لا ظريف قوي. ماذا سنفعل الآن؟ المكان مزدحم جدا. يجب أن نرى يسوع. كيف؟ يجب أن نجد حلا سريعا. أنا أرى أن ندخل وسط الزحام ونحاول. هذا يمكن إذا كنا بمفردنا، ولكن بالسرير لا نستطيع. هل أنتم متأكدون أن هذا سيأتي بفائدة؟ هل رأيتم ماذا فعل مع الأبرص والآخرين؟ ولكن الزحام شديدا. لقد وجدت حلا. ماذا؟ سننزل من فوق. كيف؟ تعالوا معي. عارفين نفسي في إيه دلوقتي؟ نفسك في ايه يا ظريف؟ نفسي كده إن شاء الله الصيف الجاي يعني نروح أي حتة بعيدة، جمصة بلطيم أي حاجة يعني. واحنا كده بعيدنا يعني؟ طب وانت يا يوسف نفسك في ايه؟ انت النهارده عيد ميلادك، المفروض انت اللي تتمنى. نفسي الصيف الجاي اكون خفيت. يا باشا مش النهارده عيد ميلادك؟ يعني لازم نقوم نهيص كده. ايوه عندك حق، بس انت معايا عشان مش هيعرف يقوم لوحده. طب يلا استنوا بس، بتعملوا ايه؟ مش هقدر. الحق أقول لكم، فليدين وراكم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة وليمجدوا أباءكم الذي في السماوات. احمله جيدا. هيا ها لقد وصلنا. أرجوك يا معلم، مد يدك واشفني، فأنت آخر رجاء لي. يا بني مغفورة لك خطاياك. لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ لا أعلم إلا إذا كان يظن نفسه الله. لماذا تفكرون بهذا في كل بكم؟ أيهما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال له قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أنا لابن الإنسان سلطانا لغفران الخطايا على الأرض. يا بني لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. أيوة استجاب، وأنا اللي قلت ده سابني وغاب. لم نرى مثل هذا من قبل. المجد لك، الله حق الابن الله. عوضني عن زمن الأتعاب، وحمولي شال وفتح لي باب ولا كان عالبال، بدل الرماد الدهان والضحكة رجعت بعد غياب. الأزمة خلاص عدت على خير.
وسنين الفرح الجاية كتير، والروح تحول لأغاني. ربنا حنين وكبير، الأزمة خلاص عدت على خير، وسنين الفرح الجاية اه صح. امال فين مايكل؟ انا مش شايفه وسطيكوا. بصراحة مايكل تعبان قوي ومحبوس في المستشفى فما قدرش يجي معانا. طيب يلا بقى عشان نسيبك تريح شويه. يا دوبك اروح اكمل في البيت انا بقى. يلا. ارجوك يا رب بلاش مايكل، قومه بالسلامة يا رب. ده انا على طول بحكي له عنك وبقول له انك قد ايه بتسمع لصلاتنا. ارجوك يا رب بلاش مايكل، ده انا بعتبره ابني او اخويا الصغير. بص يا رب خدنا انا وبلاش هو. بعد الشر. بص بقى، انت لو قلت كده تاني على نفسك انا مش هكلمك تاني، ماشي؟ مايكل انا كنت قلقان عليك جدا. جرى ايه يا يوسف؟ مش انت كنت بتحكي لي زمان ان انا ما نيأسش وان انا افضل اصلي لربنا بايمان عشان يقف معايا؟ ولا انت هتبطل تصلي بايمان؟ يلا قول ورايا، يا بابا استعش فيني، يا بابا استعش فيني، يا بابا استعش فيني، يا بابا مش قادر، مش قادر حتى اعمل اللي كنت بقوله لك يا مايكل. شكلك كده طلعت اجمد مني. طب والاعمى اللي ربنا شفاه، والعازر اللي ربنا قومه من الموت، وابنة تايرس المفلوج ونزفة الدم وغيرهم كتير، كل دي قصص انت كنت بتحكيها لي علشان ما يأسش، وكل ما يأس افتكر ان ربنا موجود. خلاص بلاش، احكي لي قصة كمان، اي حاجة عشان افرفشك كده. ولا اقول لك انا جات لي فكرة، انا هقعد هنا زي ما كنت بقعد زمان ونغني. يلا 1 2 3. في الغابة انا وبومبا ماشيين مزقططين، واللي مطمن قلوبنا ان الاسود نايمين. في الغابة انا وبومبا ماشيين مزقططين، واللي مطمن قلوبنا ان الاسود نايمين. انا تعبان اوي يا رب وبتظاهر بالثبات، لكن انا واقع وضعيف اوي يا رب. يعني انت عاجبك شكلي كده؟ عاجبك منظري؟ انا بقيت اكره ابص في وشي في المرايه. انا يا رب انا تعمل معايا كده؟ ده انا اللي على طول بخدمك، انا اللي على طول بقول للناس ازاي يثقوا فيك وما يفقدوش الامل. ليه تعمل معايا كده وانا وحش قوي كده يا رب؟ انا استاهل منك كل ده؟ ليه ابقى ماشي في الشارع الناس كلها بتبص لي وصعبان عليهم؟ ليه تخليني فجأة افقد الامل في كل حاجة؟ انا مش هعرف اثق فيك تاني، وما تطلبش مني ان اصلي لك عشان مش هعرف. انا مش هعرف اثق فيك تاني. يوسف يوسف الحقني يا سمير، يوسف اغمى عليه. لو نفسك تعبت وانهار واتقربت كل العنبر، في فكرة عن قلبك
قديرة مهما بيحصل مهما كان، كل صعابك عندي يسيرة، استناني بكل إيمان، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك، اعلن ثقتك فيا أساس، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك، اعلن ثقتك فيا أساس. ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ 30 من الفضة يا يهوذا، هل هذا ثمن يرضيك؟ 30 فقط؟ هذا ثمن عبد، فأنا أسلمكم يسوع الناصري ملك اليهود، لن أدفع أكثر من 30. أين هو إذن؟ وكيف سنعرفه؟ من أقبله هو امسكوه. يا أبتاه، إن شئت فلتعبر عني هذه الكأس، كل شيء مستطاع لك، ولكن لتكن لا إرادتي أنا بل إرادتك أنت. هل تؤمن حقا أن رجلا واحدا يستطيع تحمل كل هذا؟ حمل الخطية كلها؟ إلهي، لقد جعلتك ملجئي، احفظني يا إلهي. لقد أخبرتك إنك لن تستطيع أن تتحمل كل هذا وحدك، هذه ليست مهمتك أنت. يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس لتكن مشيئتك. من أباك؟ ناموا الآن واستريحوا، وهذا الساعة قد اقتربت، وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة. قوموا ننطلق، وهذا الذي يسلمني قد اقترب. عمن تبحثون؟ عن يسوع الناصري. أنا هو. يهوذا، استنى، ما تعملش كده. سلام يا معلم. يا صاحب، لماذا جئت؟ أبو قبلة تسلم عند الإنسان. لماذا
لماذا جئت يا صاحب كي تسلمني أبي ثمن العبد يرجوك. رد سيفك إلى مكانه، فإن كل الذين يأخذون بالسيف فبالسيف يهلكون. كأنه على لص خرجت بسيوف وعصي لتأخذونني. كل يوم كنت معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني. لا يا أم ماذا يقول؟ لنأخذ لك قيافة. يهوذا عملت كده ليه؟ ده انت على طول كنت معاه وبتخدم معاه وعارفه كويس، عملت كده ليه؟ أنت على حق، فأنا أشعر بالندم الآن. لكن ماذا عنك أنت؟ أنا؟ نعم أنت كنت دائما في خدمته، لكن ماذا تفعل الآن؟ بس أنا ما خنتوش، ده هو اللي سابني أتألم لوحدي. أنت اللي خنته وأنت اللي سلمته. كف عن الحديث ودعني أذهب الآن. بعته قولي بعته كام، سبته رحت للأوهام، هربت وسبت حضن أبوك، زودت في جبين وشوك، ورحت لحضن ناس خدعوك، ومش هتلاقي أي سلام. من ذلك الشحات الذي أحضرته لنا؟ إنه يسوع الناصري صانع المشاكل. أنت يسوع الناصري؟ يقولون إنك ملك، أين مملكتك إذا؟ البعض يقولون إنك إيليا، لكنه رفع إلى السماء في مركبه. أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟ أنت قلت، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. سنسمع لشهادة الذين سمعوا تجديفك إذا. قد جد، ما حاجتنا بعدي إلى شهود، لقد سمعتم تجديف. ماذا ترون؟ إنه مستوجب الموت، اقتلوه. لنسمع شهاداتهم إذا. أنه يشفي المرضى بالسحر بمساعدة الشياطين. أنا رأيته يخرج الشياطين. وبعد كل هذا يدعي أنه ملك اليهود. هل هذا ملك؟ لا، بل يقول على نفسه إنه ابن الإله. لقد قال إنه يستطيع أن ينقذ الهيكل ويقيمه في 3 أيام. أسوأ من ذلك، لقد قال هذا مدعي الألوهية: لم نتبع ما يقوله، لم نرث ملكوت السماوات. كفى، لقد قسوت عليه كثير، إما أن تقدموا دليلا قاطعا عن اسمي، إما أن تصمتوا. هل لديك ما تقوله ردا على كل هذه الاتهامات؟ اخبرنا، هل أنت المسيح ابن الله الحي؟ أنا هو، وستبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. مجدف، لقد سمعتموه، ما حاجتنا بعد إلى شهود. حكمك، ما هو حكمك؟ ليه مستحمل ده كله يا رب؟ كل ده علشاني؟ للدرجة دي انت بتحبني؟ انا فعلا ما استحقش كل ده. شكيت فيك مع اول قلم حسيت بيه، ونسيت كل كلامك ونسيت كل اللي عملته علشاني. انا متلخبط، مش عارف اعمل ايه دلوقتي.
أحس بألمي ولا أحس بألمك؟ بس كل اللي أنا متأكد منه إني خايف أوي يا رب. لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك. قد أيدتك وأعدتك وعضدتك بيمين بري. ثق فيا. أنا واثق فيك يا رب، بس هو اللي سابني وأنا كنت محتاجه، سابني أتألم لوحدي. أنا مش هعرف أثق فيك تاني، سامعني؟ هيا سنذهب به إلى بيلاطس. أنت كنت مع يسوع الجليلي. أنا لست أدري ما تقول. هذا كان مع يسوع الناصري. أقسم أني لست أعرف هذا الرجل. حقا أنت أيضا منه، فإن لغتك تظهرك. اللعنة عليك يا امرأة. أقسم أني لست أعرف هذا الرجل، لم أراه من قبل. الحق أقول لك أنك قبل أن يصيح الديك ستنكرني 3 مرات يا بطرس. ولو اضطررت أن أموت معك لأنكرك يا معلم. أنت الآن بمثابة أبي. أرأيت ابنا ينكر أبيه؟ أنت على حق يا معلم. أنت لا تستحق هذا. لقد أنكرتك يا معلم، أنكرتك بعدما اعترفت بك ابنا لك أمام الجميع. أنكرتك بعد كل هذا الحب الذي أعطيته لي. كانت أسعد لحظات حياتي عندما كان الناس يشاورون ويقولون هذا بطرس تلميذ يسوع. كنت أزداد فخرا. الآن أنكرتك 3 مرات كأني أؤكد على عدم حبي لك. أنت لا تستحق هذا يا معلم، لا تستحق هذا يا يسوع. أنا اللي أستحق، أنا اللي أنكرتك بعد أول ألم حقيقي. اكتشفت إن كل اللي كنت بعمله علشانك طلع علشاني. أنكرتك بعد كل الحب اللي اديتهوني. أنت ما تستحقش كل ده. نفسي تبصلي من تاني وأحس بحنانك، أحس بإيدك وهي بتطبطب عليا. نفسي أحس إنك جنبي. خذوا فضتكم، أنا لا أريدها. لقد أسلمت دما بريئا، اطلقوه أرجوكم. إن كنت تعتقد إنه دما بريئا فهذا يرجع لك. خذ أموالك وارحل. اللعنة عليكم، لقد جعلتموني أسلم معلمي. أرجوكم خذوا الفضة كلها وأطلقوه. ارحل من هنا قبل أن يجعلهم يضعوك مكان ملكك.
30 من الفضة يا يهوذا، هذا ثمن يسوع. ماذا سنفعل بهذه الفضة؟ أرى أن نضعها في خزانة الهيكل. كيف تقول هذا؟ أنت لا تعلم أن لا يحل أن نضعها في الخزانة؟ فهذا ثمن دم. أعلم، ولكن ماذا سنفعل بها؟ أنا أرى أن نستفيد بها دون أن نأخذها. هل تقصد أن... نعم، نشتري بها شيئا. فكرة جيدة. ما رأيك في حقل الفخاري؟ كنت أفكر فيه. حسنا، ونجعله مقبرة للغرباء. ثلاثين من الفضة فقط، هذا ثمن يسوع يا يهوذا؟ غبي، الجميع الآن يرى أنك خائن. ليس فقط خائن، بل أنت مخادع. لا، أنا لست مخادع. هل ترى أن يوما ما سيثق أحد فيك؟ نعم سيثق. هل ترى أن يوما ما سيشاورون على يهوذا ويقولون هذا كان من أتباع يسوع؟ لا، سيقولون هذا من خان يسوع، هذا من خان سيده، هذا من باع سيده ب30 من الفضة فقط. 30 يا يهوذا؟ هل هذا ثمن كافيا لأجل يسوع؟ وبماذا سلمته؟ بقبلة. القبلة رمز السلام والحب، جعلتها رمز للخيانة. أنا لست خائن، أنا تركت كل شيء وتبعتك. تركت حياتي وعملي في قريوط وكنت آمل أن تكون أنت الملك، لكنك من أجبرتني على ذلك. لماذا اخترتني؟ لماذا اخترتني وأنت تعلم ضعفي؟ لماذا اخترتني وأنت تعلم أنني غير قادر على الوقوف أمام كل هذه الإغراءات؟ لماذا يا يسوع؟ لماذا تركتني أفعل ذلك يا معلم؟ أريد أن أرجع إليك ثانية. ماذا أفعل لكي أنول رضاك ورضا الجميع مرة أخرى؟ هل تظن سوف يسامحك؟ إنه لا يحبك، لا يسمع إلى آرائك، بل كان يسمع دائما إلى بطرس ويوحنا، جميعهم أفضل منك في نظره، لأنهم لن يبيعوه مثل ما فعلت أنت. هل فكرت يوما ما ماذا سيفعلوا بك إذا رجعت؟ سيرجمونك مثل الزناة واللصوص، لن يسامحك أحدا منهم. أما أنا سأعطيك حياة أخرى، سأعطيك حياة كريمة، سأجعلك ذو قيمة، سأفعل معك ما لم يفعله معك يسوع. أريد حل، أريد أن أستعيد مكانتي وسط الجميع مرة أخرى. تريد حلا؟ ماذا لو هربت من أورشليم وذهبت إلى أي بلدة أخرى؟ لا، سيتبعك العار في كل مكان. ماذا لو قمت بالاعتذار ليسوع ليغفر لك؟ هل تظن سوف يسامحك؟ إنه لا ينسى، لا ينسى ما فعله يهوذا بسيده. أنا لا أرى سوى حل واحد يا يهوذا، حل واحد فقط، حل واحد فقط يسقط العار من عليك. حل واحد فقط هو من يجعلك أن تسترد حياتك. انظر إلي. أتثق بي؟
مسكين يا يهوذا. أحمقوا من يثق بإبليس. هل ستحاكم هذا الجليلي؟ إنه يصنع المعجزات، إنه مقدس. هل تعلمين ماذا سيجلب لنا الجليلي من متاعب إن لم نحاكمه؟ ولكن هل من العدل أن تحاكم هذا الجليلي؟ هل هذا ما يستحقه؟ ما هو الحق يا كلوديا؟ إن لم تعرفه بنفسك أو تسمعه لا أحد يمكن أن يخبرك به. إن لم نحاكم هذا الجليلي سيبدأ كيافة واليهود بالتمرد والثورات، وإن حكمته سيبدأ أتباع هذا الرجل بالتمرد عليه، وأنا لن أسمح بذلك. لقد حذرني قيصر يا كلوديا، وفي المرة القادمة سيعدمني أنا وليس الجليلي. كل ما يدور بذهني الآن كيف ماذا؟ عندما دخل هذا الجليلي أورشليم منذ 5 أيام جميع اليهود فرحوا وقالوا إنه نبي. كيف الآن بعد كل هذه الاحتفالات يطالبون بمحاكمته؟ حينها كانوا يظنون أنهم استقبلوا ملكا ومخلص من ما نفعله بهم، والآن أدركوا أنه لن يساعدهم في شيء. لم يجد هيرودس إلا في هذا الإنسان وكذلك أنا. لو لم يكن مجرما لما أحضرناه أمامك؟ وأنت تعلم إننا نستطيع أن نحكم على إنسان بالموت. الموت؟ وماذا فعله هذا الإنسان لكي يستحق الموت؟ لقد اخترق السبت وضل الشعب وعلم الشعب تعليما مضلا. أليس هذا النبي الذي قمتم بالاحتفال بمجيئه من 5 أيام؟ لماذا تريدون إعدامه الآن؟ هذه ليست كل جرائمه يا مولاي. هذا الجليلي الآن يتبعه طائفة كبيرة ويظنون إنه المسيح، ويقولوا إنه المسيح وإنه الملك الموعود لليهود. هل أنت ملك اليهود؟ رئيس الكهنة وشعبك أسلموك لي؟ هل أنت ملك حقا؟ مملكتي ليست من هذا العالم، ولو كانت من هذا العالم هل تعتقد أن خدامي سيتركونني هكذا؟ إذن فأنت ملك. أنت تقول. أنا ما زلت لم أجد إلا في هذا الإنسان لكي يستحق الموت كما تريدون. اقتلوا كويس. لا تنسوا نحن أمام الوالي. كما تعلمون كل عام أطلق لكم مسجونا، ونحن الآن ممسكون بقاتل سيء باراباس. أي من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ يسوع أم باراباس؟ اطلق لنا باراباس. أطلق لنا باراباس. أطلق لنا باراباس. أسألكم ثانية،
أي من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ يسوع المسيح أم باراباس القاتل؟ إنه ليس المسيح. اطلق لنا باراباس. اطلق لنا باراباس. اطلق لنا باراباس. اطلقوا باراباس إذن. فرحان عشان مش هتموت؟ هيجيلك يوم وتموت. فرحان عشان انتصرت. انتصرت انتصار وهمي مؤقت. اوعى تكون فاكر ان يسوع ضعيف. بص عليه، انت شايف حاجه غير كده؟ دي خطة علشانك وعلشاني، علشان احنا نعيش لازم هو يموت. شوف مين بيتكلم. مش انت اللي شكيت فيه وبعته؟ وانت برضو اللي انكرته. انت تقصد مين؟ انت اكيد قصدك على بطرس او يهوذا. لا، اقصدك انت. مش انت اللي قلت مش هثق فيك تاني؟ لو كنت متأكد من جواك انه قوي ما كنتش شكيت فيه. اسكت. مش معنى اني في يوم ضعفت او غلطت يبقى انا كده مش واثق فيه. واما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون اجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. انا متأكد انك قوي. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. والآن ماذا تريدون أن أفعل بيسوع الناصري؟ يصلب. اسلبه. 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 لا، سأجلده ثم أطلقه. اسمع صراخي يا سيدي، وإلى صلاتي أميل أذنيك. ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا في حاجة شديدة لقد جعلتك ملجأي. احفظني يا إلهي. أليس هذا ثمنا كافيا؟ لا، اسلبه. 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 أسلم ملككم. ليس لنا ملك إلا قيصر، وإن أطلقته فلن تكون محبا لقيصر. لابد أن تصلبه. دمه علينا وعلى أولادنا. اسلبه.
اسلموا اسلموا. أنتم من تريدون أن تصلبوه وليس أنا. أنا بريء من دم هذا البار. أنت افعل ما يريدون. أنا شاعر بيك، أنا شاعر بألامك، أنا حاسس بأنينك، كل ده مريت بيك. أنا شاعر بيك، أنا شاعر بألامك، أنا حاسس بأنينك، كل ده مريت بيك. اوعاك تفتكر انك متساب في احزانك، اوعاك تفتكر انك وحيد وسط الامك، اوعاك تفتكر انك متساب في احزانك، اوعاك تفتكر انك وحيد وسط الامك. أنا شاعر بيك، أنا شاعر بألامك، أنا حاسس بأنينك، كل ده مريت بيك. أنا شاعر بيك، يوسف تعالى واحمل معه الصليب. أنا حاسس بأنينك، كل ده مريت بيك. اوعاك تفتكر انك متساب في احزانك، اوعاك تفتكر انك وحيد وسط الامك، اوعاك تفتكر انك متساب في احزانك،
قلت أنك تستطيع أن تنقض الهيكل وتبنيه في 3 أيام، والآن لن تستطيع أن تنزل عن الصليب. إن كنت المسيح ابن الله فانزل من على الصليب وخلص نفسك. انتوا مش عارفين حاجة، انتوا مش فاهمين أي حاجة. خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن على الصليب ونؤمن به. كفاية، انتوا مش فاهمين حاجة ولا عارفين أي حاجة. هو يقدر يشفيني، يقدر ينقذني. هو بس سمح لي اشيل معاه جزء صغير قوي من ألمه، زي ما هو قادر ينزل دلوقتي بكل سهولة، بس هو عمل كده علشاني. عمري ما كنت اتخيل انك اتعذبت بالشكل ده علشان انا يا رب، انا ما استحقش اشوفك كده. قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أرادوا، لأنه قال أنا ابن الله. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ابني العالم يفرح خلاص، وأما تلتهب عندما أنظر إلى سلمون الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. يا امرأة هوذا ابنك، يوحنا هوذا أمك. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ أنا عطشان. كنت أنت ابن الله فخلص نفسك يا عيسى. قد أكمل. انت شافتني يا رب واديتني حياة كلها حب، اديتني حياة كلها فرح، وانا من ساعتها وانا ما حزنتش ابدا. انت لما مسكت ايدي وقومتني، انت عارفني يا رب انا لسه ببدأ حياة جديدة انت سبب فيها. انا حاسه اني لسه ماسكه فيك لغايه دلوقتي، اوعى تسيبني. وأنا ما عنديش حاجة يا رب أقدمها لك، قليل الحيلة، ولا حتى عارف أساعدك زي ما ساعدتني، ولا حتى عارف أساعد نفسي. ما تسيبنيش يا يسوع. الدم اللي سايل منك دلوقتي سايل مني سنين، أخد مني كل حاجة، صحتي ومالي، حتى أقرب الناس ليا. عشت وحيدة ومرفوضة زيك دلوقتي. الناس اللي أنا زحمتهم عشان ألمسك هما فين؟ سابوك وسط الآلام، بس أنا ما أقدرش أسيبك. بس أنت عارف أنا بلا حيلة ولا قوة، أنت اللي اديتني القوة بلمسة منك. ما تسيبنيش يا يسوع. آلامي اللي حسيت بيها انت مريت بأكتر منها بكتير جدا. استحملت وما اتذمرتش ازاي علشان بتحبني، وانا ما قدرتش استحمل المرض مع اول ثانية عرفت فيها. دايما واقف جنبي وبتسندني، وانا على طول اقول انا معاك مهما كانت الظروف.
وسيرتك مع أول يوم في مرضي دايما بتفرحني وأنا بزعلك، بتسامحني وأنا بجرحك. بس أنت عارف أنا بحبك أوي يا يسوع. يا أبتاه في يديك أستودع روحي.
تشق الفجر باكر في صباح الأحد قام رب المجد ناصر شعبه للأبد. قام رب المجد ناصر شعبه للأبد. قام رب المجد ناصر شعبه للأبد. أنت دست الموت وحدك يا يسوع الناصري مظهرا للخلق مجدا بالجمال الباهر. مظهرا للخلق مجدا بالجمال الباهر. مظهرا للخلق مجدا بالجمال الباهر. كسر الموت جلاله دحرج الصخر الكبير من على الكبر جماله بان بالنور الخطير. من على الكبر جماله بان بالنور الخطير. من على الكبر جماله بان بالنور الخطير. في يا دكتورة؟ انتوا فين يا جماعة؟ اتأخرتوا ليه؟ يوسف فاق. بجد؟ يوسف فاق؟ طب يلا نشوفه. ايوه فاق، بس الممرضات بلغوني ان هو ساب المستشفى ومشي من نفسه من غير ما حد ياخد باله، وده فيه خطورة على حياته. فانا كنت بعتلكوا تيجوا عشان تقنعوه ان هو لازم يرجع. بس يوسف ما روحش على البيت. ايوه بالظبط، احنا لسه عارفين من حضرتك دلوقتي ان هو فاق. احنا كده في مشكلة تانية، اننا لازم نعرف يوسف راح فين بالسرعة. يا بطرس يا يوحنا، قد أخذ السيد ابن القبر، لسنا نعلم أين وضعوه. ماذا تقولين؟ ماذا حدث؟ في الصباح كنت ذاهبة أنا ومريم وسلومي إلى القبر لنضع الحنوط على الجسد، فوجدنا القبر مفتوح وفارغ. هيا يجب أن نذهب إلى هناك. هيا أسرع أسرع. أهم حاجة بقى يا حبايبي إننا نفضل دايما واثقين في ربنا، وإننا ما نيأس أبدا، وإنه هيمد إيده ويشفينا. وأشطر حد فيكم هو اللي هيحفظ آية النهاردة. احنا بنحبك قوي يا يوسف. وأنا كمان بحبكم قوي. بس عارفين إيه أحلى حاجة؟ ايه؟ إن ربنا سمح لي ناخد بركة المرض ده معاكم. ايوه، بس تفتكر في امل؟ سلام لكم. رفع علي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. اذهبوا إلى العالم أجمع وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم بجميع ما أوصيتكم به. وإذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ها أنا معكم طول الأيام وإلى انقضاء الدهر. مهيئة ومزينة
واخيرا وصلنا لعرض ضرب الصليب في ختامه، وباسم كل الحضور بنحب نشكر اكتر من 100 خادم وخادمه تعبوا بجد عشان يقدموا لكم العرض ده. كل الخدام اللي اشتركوا سواء على المسرح، تأليف، إضاءة، تمثيل، ديكور، ملابس، مكياج، موسيقى، والشاشة والستارة، حتى المايكات والإخراج وكل حاجة من فريق حدوتة. بنحب نشكر إدارة المسرح سواء تنظيم، سكرتارية، وفوتو سيشن، وباسم فريقنا بنحب نشكر الآباء الكهنة الحضور معانا النهارده، وأعضاء مجلس الكنيسة وأمناء عموم الخدمة وكل الحضور من كنائس مختلفة اللي نورونا، وكورال كرمال الصليب، والعازف عبد الله جرجس. وكان معانا برضو موشن جرافيك مونيكا مورجان، ومركز البابا كرولوس السادس بكنيسة العذراء بجام، ومركز كنيسة الروماني والسامرية، وكنيسة البابا كرولوس والأرشدياكون حبيب جرجس، والمكير سامح سعيد. وبنشكر جدا جدا إدارة المسرح اللي استضافتنا النهارده، مدير خشبة المسرح المهندس كرولوس أسامة، مدير الإضاءة باشمهندس مايكل عويدة، ومهندس الصوت الأستاذ مينا متري، والفنيين والمعاونين ليهم وأستاذ هاني شحاتة والمعاونين ليه، وشكرا نورتونا.